السلام عليكم. اليوم حيل متضايقة. اليوم بنصح البنات نصيحة من تجربة حياتي كلها. هذه النصيحة نصحتها لي وحدة امرأة مصرية كبيرة بالسن لما كنت في مصر. قالت لي الاحترام إذا انفقد بين الزوجين ينفقد معاه الحب. الاحترام أهم شيء. يمكن في ناس يقولون ليش تبكين؟ أنا اللي يبكيني إن صدق أنا بحياتي سبة مشاكلي عدم الاحترام اللي أنا محصلته. أولا من حكومتي، الحكومة الكويتية، لما دروا إن عندي مكرمة عاملوني أسوأ معاملة. جابوا لي واحد اسمه أبو مبارك يكتب علي ورقة ويقول حق أبوي بحكم السبية. رحت سويت له سالفة إيش كبرها. يعني ليش صنعوا لي مشاكل؟ ليش يحاولون يخلون المكرمة تكون ضد البلد وأنا أبيها تخدم البلد؟ ليش النعمة يقلبونها نقمة؟ بالمقابل سبحان الله، الله أراد يوريني إنهم إذا احترموا أحد شلون يسوون. وعن طريق شنو؟ شلون دريت؟ عن طريق عملي الخير. إني أنا لما خذيت فايزة وقلت لها اشتغلي عند هذا الشخص اللي هو سبب مشاكلي، قلت لها اشتغلي عنده وإن شاء الله إني يتزوجك وتستفيدين. فهي اشتغلت من ضمن حاشيته. فاللي صار شو اسمه، عطاها حرية أي معلومات تبيها. اللي يشتغلون عنده يحترمونها احترام فوق ما تتخيلونها. صديق على كيف تصادق اللي تبيه، من رجال من نساء، اللي حواليها ناس فرفشة وشحالاتهم تشوفونها كأنها ملكة وحوالينها حاشيتها. أما سلوى مو مسموح لها تتعرف على حد، لا رجال ولا نساء. وإذا تتعرف على ناس يكونون حقرة، يكونون يعاملونها يعني تجلس معاهم تقوم معصبة، يتلفظون، يكونوا مو نفس طبيعتي. أما إذا جيت حبيت مثلا أتعرف على أحد من طبيعتي يمنعون صداقتي وياه. أقولكم قد ما قدروا يخلون المكرمة نقمة، مو بس علي أنا، نقمة على الكويت. ما تلاحظون المشاريع ليش وقفت؟ ليش قبل ما كان كذي؟ ليش قبل ما كان كذي؟ غير إن مثلا يتصلون علي سلوى تعالي بنوظفك وظيفة في الديوان. يدرون كل واحد يتمنى أن يرتقي بالوظيفة. طبعا بعدها لا ما في كل هذا. بتقول منو ورا السالفة هذه؟ ورا السالفة الشخص اللي دائما أنا أطلع وأسبه. هذا خائن. صدقوني الخيانة، صدقوني في دم الإنسان. نفس استغفر الله العهر، لما تكون واحدة جدتها عاهر وفجأة هي تصير عاهر وتسوي نفس جدتها بدون ما تدري عنها. بعدين يعلمون ترى أنت نفس جدتك فلانة كانت تسوي كذي، وهي تنصدم تلاقونها. فسبحان الله هذا شيء الطبع يتوارث. نفس الشيء الخائن يكون فيه عرق خيانة، إما من جد من أمه أو جد من أبوه. فلما احترم فايزة، إذا سافرت تسافر طيارة خاصة أو درجة أولى إذا طيران عادي، إذا تسكن أحسن فنادق، إذا قابلت تقابل أهم الشخصيات في البلدان، أوكي، وتصور معاهم ويقابلونها بأماكن رسمية. سلوى لما بغى يخلي أحد من الخليج يستفيد من سلوى، قال لا تقابلها بمكان تتوقع أنك شيخ، لا قابلها بمكان مزري عشان تشك أنك شيخ. خلاني أول شيء أقابل واحد في عند خطابة، عشان شنو؟ عشان أشك إنه يعني أحسسها إنك أنت مستعر منها. شوفوا، هذه نصيحة للبنات. شغلتين، أنا واحدة نصحتني الاحترام، الشغلة الثانية بنصح البنات. أي رجل لما يقابلك يقول خصوصا إنك مرة محترمة، حتى لو كنتي مرة عكاكة، هم يفتخرون بالأشكال هذه. المهم إذا قال لك ما أبي أحد يدري عن هالمقابلة، اعرف إن هذا الإنسان يبي يزعزع الثقة فيك في نفسك، ويبي يضعفك، ويبي يستغلك. شغلتين، 3 شغلات قصدي. أول شيء زعزع الثقة في نفسك إنك أنت والله مو مستواي، وثاني شيء يبي يستغلك، وهذا يبي يضعفك ويستغلك. فهو كان يسوي كذي وياي لما يقابلوني شخصيات. أنا فلان، بس حرام والله حرام. الخليجي اللي قابلني عند الخطابة ما قال لي لا تقولين إنك قابلتيني. أنا قمت أصلا قلت معقولة، وقلت خير إن شاء الله، وإذا يعني أنا يا ما شفت.
حتى قلت له بلحظة، قلت أنا سبق إني تزوجت واحد نفس مستواك يعني. المهم أنا حيل متضايقة فوق ما تتخيلون، حاسة بيأس والله، حاسة بيأس. يعني ليش المكرمة بيخلونها نقمة؟ ليش يعاملوني بعدم الاحترام؟ ليش يعاملوني يعني ما أدري شو أقولكم، ما أدري شو أقولكم، يعاملوني بطريقة. أنا أقولكم هذا الشخص اللي سوالي مشاكل بحياتي، اللي أنا كنت أسميه أمير الذوق وأنا أفضل إني أسميه الخائن، هذا الشخص من ضمن الحقارة اللي سواها فيني، أنا كنت أقول يا ربي ليش سوي كذي؟ عنده مستشارين يعني عقولهم عقول شيطانية. تخيلوا جابوا واحدة تشبه لي، نسخة كوبي مني مرة كبيرة، وخلوها تدخل علي في مكتب كنت أشتغل فيه. المهم شفت هالمرة هذه استغربت منه هذه، وقلت لكم أنا قبل هالمرة. آخر شيء قالوا لي عذري هذا فلان ترى يكرهك أنت تذكرينه في أمه. يعني يبون يضربوني بشغلتين، الشغلة الأولى يبون إني أكره شكلي، الشغلة الثانية يبوني أكره الأمومة، إن يشوفوا ربة أمه، وآخر شيء يكرهها، وأي وحدة يشوفها تشبه أمه يعذبها. المهم من رحمة ربي إني تعرفت على واحدة اسمها نوال الشمري، تشتغل تبع المخابرات الكويت والمخابرات الأمريكية، فهذه ما تخاف من أحد ولا يهمها أحد. فأخذتني قالت أمه وين ساكنة، مو عنده بالبيت؟ قالت بالله واحد يكره أمه مسكنها وياه بالبيت، تعالي. وخذتني وطقت الباب، طلع الهندي، قالت بدش بقابل ماما. قالها لا لازم تاخذين موعد، وعطاها رقمها، كلمتها قدامي، سوت سبيكر، قلت لها مو هذا صوت المرة اللي أنا قابلتها. المهم قالت بكرة نشوفها، كان قلت لا أنت روحي وأنا أثق فيك. يوم جت ثاني يوم قالت لي شنو السالفة هذه، ما تشبه لك ومرة كبيرة وأنت أحلى منها، حرام عليك، أنت ما شاء الله طاقة، وهذيك مسكينة يأسا من الدنيا. المهم يعني مرة كبيرة، قالت لي كم عمرها مدري، كبيرة. المهم فالمعنى يعني شوفوا شلون فكر، حتى شكلي وحتى غريزة الأمومة بيقتلها عندي. غير انهم جابوا لي واحد اسمه ابو مبارك، كتب علي ورقه وقال شو اسمه انت حق ابوي، قال هذه بحكم سبيه، ورحت قلت حق ابوي طلقني ولا ما طلقني؟ قال طلقك زين انطرني. المهم رحت تزوجت ولد عمه وماخذ اخته، وقعدت عنده 2 عنادا فيه. وبعدين وصلت موضوعي لما فتحت القناه وشفت الناس يطالعوني، تكلمت في قناه عن الجواري وصارت ضجه بالعالم، وبعدين قلت عن اللي سواه فيني، يعني ما عتقته. فالمعنى يا بخت من تلقى واحد يحترمها، والله العظيم يا بخت من تلقى واحد يحترمها.